النهاردة هنعمل محشي ورق العنب. Today we're making stuffed grape leaves. سلقنا ورق العنب في مية بتغلي. We boiled the grape leaves in hot water. أنا استخدمت برطمانين ورق عنب. I used 2 jars of grape leaves. ده شكل ورق العنب بعد ما اتسلق. This is the grape leaves after boiling. هنجهز الحشوة. We're preparing the stuffing. معانا كيلو رز. We have 1 kilograms of rice. أو عندنا 2 شبت و2 بقدونس و2 كزبرة. We have 2 bunches of dill, 2 bunches of parsley and coriander. وبنجهزهم بالمنظر ده، بنقطعه صغير وبنحطه على الرز and we're gonna add it to the rice. والعيدان بتاعت الشبت والبقدونس والكزبرة بنحطهم في الحلة من تحت عشان المحشي ما يتحرقش. We put the herb stems at the bottom of the pot so the grape leaves do not burn. في طاسة بقى على النار وهنحط لها زيت وهنبتدي نقطع فيها بصل صغير ونشوحه على النار. On a pan on the stove, we add an oil and we add a finely chopped onion and we cook it lightly. هننزل بقى عليها بعصير الطماطم. We add tomato juice to it. هنحط بقى ملح وفلفل وكزبرة وكمون ونعناع ناشف وكمان معلقتين صلصة عشان نسبكه كويس. We're gonna add salt, black pepper, coriander, cumin, dried mint and 2 spoons of tomato paste, then let it cook until thick. التسبيكة بقى جهزت معانا خلاص، هننزل بيها على الرز ونقلب كويس. We add the sauce to the rice and mix well. دلوقتي بقى اهم تركة في المحشي ان احنا بنحشي المحشي ورق العنب من الناحية الخشنة في الورقة، بنسيب الناحية الناعمة من اللي هي بتبقى من بره. The most important thing is to stuff the grape leaves from the rough side of the leaf. The smooth side stays on the outside. بنحط بقى الرز وبنقفل من الجوانب بالمنظر ده. We're gonna add the rice, then close the sides very well and roll. بنقفل من كل جانب والجوانب اهي، وتمسكي ايدك كويس وانتي بتلفي عشان ما يفكش، يطلع كده ماسك نفسه معاكي. Roll it tightly as if you're making Swiss roll. بعد كده بقى بنحطه ايه في الحلة. هوريكم مثال تاني. اهي بنحشي في الحتة اللي هي ناشفة، تبقى خشنة كده معاكم. ونفرد الورقة كويس وهنحشي في الناحية الخشنة وبنحط شوية رز. مقدار الرز على حجم ورق العنب، يعني ملهوش مقياس. بنقفل كويس قوي الحتة دي. بعد كده هنقفل الجوانب بتاعة المحشي ورق عنب، نقفل الجوانب ونمسكه كويس قوي ونلفه جامد، بس مش بدرجة ان هو يتقطع مننا، بنلف جامد علشان يطلع ماسك نفسه معانا ما يبقاش فاكك. وادي محشي ورق العنب طالع زي الفل معانا.
وهنحطه في الحلة ونكمل بقية الكمية وارجع لكم. في الطاسة بقى على النار هنحط شوربة وهنحط لها معلقتين صلصة، وبعد كده هننزل عليها بالبهارات. On a pan we're gonna add chicken broth or meat broth, and we're gonna add 2 tablespoons of tomato paste, and we're gonna mix them very well and we're gonna season it. هنحط بهاراتنا عبارة عن ملح، فلفل، كمون، كزبرة، نعناع ناشف. We're gonna add salt, pepper, cumin, coriander and dried mint. وهنقلبهم كويس and stir very well until boiling. Then we're gonna add it to the grape leaves. وهننزل بيه على المحشي اللي احنا حطينا المحشي حلة المحشي على النار، وهننزل بيها بالشوربة كمان والشوربة اللي بالصلصة اللي احنا جهزناها. هننزل بالشوربة لغاية ما تغطي المحشي. We have the pot of stuffed grape leaves on the stove and we pour the hot broth over the grape leaves. Then we add more boiling broth until it reaches the level of the grape leaves, and we add some oil on the top and cover it with a plate. بعد كده نحط لها زيت على الوش ونغطيها بطبق. هتاخد في حدود ساعة في السوا. أول ما هتغلي هنوطي النار ونسيبه يستوي. Once it boils we lower the heat, cover it and let it cook. It will take around an hour. كل شوية بنبص عليه ونشوف لو محتاج ولسه ني بنزود له شوية شوربة. We check it from time to time and we add more broth if needed. وده بقى شكل المحشي بعد ما استوى. شكله يا جماعة تحفة وطعمه جميل جدا. This is the stuffed grape leaves after cooking. It looks great and it tastes amazing. You must try it. لو دي أول مرة ليكم في القناة بتاعتي ما تنسوش تشتركوا في القناة. Don't forget to subscribe to my channel.